بالله من الشيطان الرجيم. أنا على الله رب العالمين. وعليكم السلام. صلى الله على خير خلقه محمد الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. في وقائع ليلة عاشوراء يروي الطبري عن أبي مخنف عن الحارث بن حصيرة أو حصيرة عن عبد الله بن شريك العامري عن الإمام السجاد عليه السلام قال: جمع الحسين أصحابه بعدما رجع عمر بن سعد، وذلك عند قرب المساء. ذكرنا فيما سبق أن عدة لقاءات كانت قد جرت ما بين الإمام وعمر بن سعد. آخرها يعني هذا العرض الذي قدمه الإمام لهذا الرجل، قال: أخاف أن تهدم داري، قال: أنا أبي لك دار، قال: أخاف، قال إلى آخره. قال: وذلك عند قرب المساء، فدنوت منه لأسمع وأنا مريض، فسمعت أبي وهو يقول لأصحابه: أثني على الله تبارك وتعالى أحسن الثناء، وأحمده على السراء والضراء. اللهم إني أحمدك على أن أكرمتنا بالنبوة، وعلمتنا القرآن، وفقهتنا في الدين، وجعلت لنا أسماعا وأبصارا وأفئدة، ولم تجعلنا من. هناك عدة يعني إشارات في كلامه لبعض مضامين الآيات القرآنية من قبيل الذين يعني ينفقون في السراء والضراء، وأيضا لهم أسماع يعني يسمعون بها، وأبصار يبصرون بها، وإلى آخره. عندما يضمن كلامه عليه السلام بعض الإشارات القرآن. محل الشاهد في هذا المقطع يقول: وأحمده على السراء والضراء. ماذا يريد أن يقول الإمام؟ يريد أن يقول الإمام أن الإنسان مهما حسب فهمه، طبعا يقدم فهمه لكلامه، يطابق أو لا يطابق الله أعلم. يقول: أحمده على السراء والضراء. طبعا الإنسان مهما أوتي من قدرة وقوة، هذه أيضا قاعدة عامة نستطيع أن نجعلها، ونحن نتكلم عن المنهج مالتنا، وأن الإمام من غير صفة الأسماء كانما نجرده جدلا عن هذه الصفات، ونتحدث عنه كقائد ميداني له يعني من الصفات والخصائص ما يتفوق به على غيره. يعني في الإنسان يعني له أبعاد سلوكية أعمق وأرتب وأقوى من الآخرين. يقول: أحمده على السراء والضراء. السرور والضر هل هي من الإنسان أم من الله سبحانه وتعالى؟ أكيد يعني من الله سبحانه وتعالى. قل كل من عند الله. فإذا أتى السرور الإنسان يحمد، وإذا أتت الضرور يعني الضر الإنسان أيضا ينبغي أن يحمده. لماذا يحمده؟ لأنه جعله محلا لابتلاء، وهذا تكريم من الله سبحانه وتعالى لهذا العالم. هذا شيء آخر، أنه الإنسان إذا كانت هذه الأمور مما لا تقع تحت محوطة قدرته، بل هي بتوافق أسباب معينة الله يعني يلزم بزمامها، فإذا هي جارية على الإنسان. رضي بذلك أم لم يرضى بذلك، جزع أم لم يجزع. كما يقول أمير المؤمنين: يعني إن صبرت فأنت مأجور، وإن جزعت فأنت مأجور، وفي كلا الحال المسألة ماضى عليك. يعني ماشي. هذا وين يفيدنا؟ يفيدنا في كثير من المواقف. يعني أذكر هذا موقع مر في حياتي أيضا لما كنت في التحقيق. يعني هناك خطر في بالي أن هذا الضر مهما كان أولا هو من الله، والشيء الآخر أنه
يعني سيمضي بالوقت الذي محدد له، فإن صبرت تجاوزت المحنة، وإن انهاريت في تلك اللحظة لا، تبعاتها راح تترى علي وربما ما أقدر أخلص نفسي. والحمد لله مشت الأمور يعني كما تصورنا. فإذا السراء والضراء يريد يقول على الإنسان ينبغي أن يبقى مع الله مبدئيا، لا أن يبصر في حال السراء ولا أن يجزع في حال الضراء، بل أكثر من هذا، يعني يثني على الله. والحمد غير الشكر، الحمد مرتبة يعني أعلى من الشكر، فهو يحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. بعدين يقول أما بعد فإني لا أعلم أصحابا الأوفى ولا خير من أصحابي، وهذا مر الكلام فيه، ولا أهل بيتنا بر ولا أوفى من أهل بيتي، فجزاكم الله عني خيرا. السؤال مال الأخ البارحة الحقيقة ما جب بالي، هسه يلا ذكرت مال أنه تنتقب هذه أنت قلت، يعني أنا قلت أنت قلت على أنه كلمة لا أعلم تجري على الحال الحاضر والزمن السابق يعني الماضي، لكن عندما نفتش في الماضي نجد أنه لا، سليمان منا أهل البيت، سليمان أو سلمان، فجزاكم الله عني خيرا. فما هو السبيل ذاك؟ يعني كانما السؤال نقضا لهذه القاعدة التي ذكرتها، أو نقضا لهذا الفهم الذي ذكرته لكلام الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، أنه قلت أنه لا يعلم يعني بحسب الحال الحاضر والحال السابق، مع أنه لا، أكيد الإمام الحسين عليه السلام وهو طبعا وهو صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكيدا يعني خبر أو قول جده صلى الله عليه وسلم سليمان من أهل البيت، يعني يعرفه تمام المعرفة ويعلمه تمام العلم، فكيف صح لنا أن نقبل تفسيرك؟ الأمر ليس كذلك. الآن الحقيقة ما تملك حتى جاوب، كان ببالي يعني أكمل بس هسه يلا. نعم إن شاء الله أجيب جواب، أكمل في الجواب يجوز هسه ولا بس. نعم حتى بعض الآيات القرآنية يعني ماذا تقول؟ في سورة الواقع لما يذكر صفات المؤمنين والقسم البشرية تقصر المشاهد وأصحاب الميمنة والسابقون اللي هم أعلى درجة كان يكون من المؤمنين، هم يذكر يقول لك الأولين وكل من الآخرين، يعني قضية تكون ما متوقفة. قد يكون الأولين في زمن الحسين عليه السلام والآخرين في أزمنتنا، ما يمكن لعله الأولين يعني قبل زمن المسعود قبل زمن الحسين. لا أبو شبه يعني أقول احتمالك هو كذلك السموهين شوية أشخاص لأنهم هذه المنزلة وهذا المقام. أنا مو فقط أصحاب. لا صريح القرآن بس تقدر تجزم الآن في هذا الوقت موجودين؟ ما هذا السؤال. إذا القرآن يقول موجودين من الآخرين، إحنا الآخرين مين؟ لعل الآخرين غيرنا. أنا أسألك سؤال، تستطيع أن تجزم نحن الآخرون حتى نقول توجد هذه القلة المذكورة في القرآن؟ جاوبني. وكذلك الشيخ العفو مع مثلا الإنسان هذا مو واضح، لا هذا النقض ما يصير، لأن هذا الكلام واضح، هذا الكلام مو واضح باعتبار نحن لا نعلم نحن السابقون أن السابقون كانوا قبل الحسين عليه السلام وأننا نحن الآخرون. الله أعلم. الشبه لا المصداقية، شو مصداقية القضية؟ نعم. نستطيع أن نقول بالنسبة إلى سلمان أو بالنسبة لأصحاب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام خارجين ذولا تخصصا من المجموع الكلي للكبار، عندما يطلق الكلام يطلق على غير هؤلاء. ما يصير خارجين تخصصا، يعني إذا خرجين تخصصا يعني إذا ارتل واحد في مقابل النبي والمعصوم عليه الصلاة والسلام التوقيفيات في الشريعة في الشرائع مو في الهادف. تخبط هذا التوقيف في الشريعة في الأحكام الشرعية. ها؟ تكامل السابق. في الشريعة حسب توقيفي. إذا الشريعة. شنو التوقيف؟ أقول شنو توقيف شنو؟ يعني أشخاص. يعني نقف على ما يقول الشارع المقدس، هذا معنى في التكاليف وفي أدائه وفي كيفيته. هو يقول الشرع بعد حدد دور الأشخاص وانتهت القضية. بعد ما يقدر أي إنسان يوصل لأن الشرع ما حدد له. يعني شيخنا ماكو مفهوم له. هذه في القضية الوصفية ما له مفهوم، مدرس بالأصول الوصف لا مفهوم له، يعني لا ينفي ما عدا ويثبت هذه القضية، لكن ما نظر إلى ما بعد. إذا ثبت اللي بعده فإحنا المفروض، وإذا ما ثبت إذا ثبت اللي بعده يعني إذا ثبت اللي بعده لأنه احتمال يجي فرد أشخاص لهم هذه المنزلة ولهم هذا المقام
ثبت مطلوب شنو؟ هو مطلوبنا شنو؟ مطلوبنا سؤالنا هو شيخنا نفس السؤال أنه لا يوجد أصحاب أفضل من أصحاب الحسين، لا يوجد مطلقا. إحنا فسرنا على تفسيره، التفسير الأول اللي ما قبلنا على التفسير، بعدين بضميمة الرواية عن أمير من الله رجعنا وقلنا إيه. أنت إجيتنا قبل قلت على أنه هذا التفسير مالتك غير صحيح، لأنه يقول سلمان من آل البيت. بعد شنو ما يعني بعد تتميم كلامك أكثر، وهذا واضح كلامك لو لا؟ العفو سمعت الشيخ خلي كمنا حتى نعم. العفو الكلام شيكو احنا بعض كلمنا رأي من استقر أي بدل. نعم. رواياتنا من استقر وعدار معصوم سلام الله عليه مثل بعض الأدعية مثلا. الإنسان إذا واضح على هذا الدعاء يخير في زمن الظهور. بعض الإنسان إذا كان في تصادق ويجي هالمنزلة هذه الله سبحانه وتعالى يعطيه هذه المنزلة يعطيه ثواب هذه المنزلة. وبعض الأشخاص مثلا في زمن علي بن أبي طالب سلام الله عليه واقع الصفين لما جو الإمام فأحد الأشخاص قال له يا أخوان من لو يكون في الموقف؟ قال له وين هم؟ قالوا موجودين. قال لا هنالك حتى أناس في أصلاب الرجال قد شهدوا من نياتهم. فالقاء صير شيء مثلا أقول احتمال الإنسان بميته وموقفك قد يصل في المنزلة وين يكون موال الشخص؟ شيء ما يصير. بس أنا أتمم السؤال معك. يعني ما هو الدليل على ما يصير؟ ما هو الدليل على تقييد قول الإمام الحسين وهؤلاء أصحابه؟ مثل ربما لا أعلم أصحابه كلما توفرت الظروف والمناسبة والفتوة عند هؤلاء الشباب هم أصحابه. يعني ليش تقيد بس أصحاب الحسين؟ يعني في زمانه ليش ما متكرر هذا الفعل في كل زمان؟ لا هو قال لا أعلم أصحابه صحيح أوفى من أصحابي. اي هو كل زمان هم اصحاب الحسين، يعني هو يقول كل يوم في كل يوم هو على قولتهم الظهور الذاتي لاصحاب المخاطبين. شيخنا اللحاظ في ذلك الوقت لحاظ الموقف ولا انتم انطلقوا اسمع انطلقوا من الجواب على وفق السؤال. نعم. انتم مو كل واحد يحكي له حكايه تروحون بعيد، بعضكم يروح بعيد. السؤال هكذا، السؤال خلينا نعيده. نحن نقول يعني بحسب ضميمة الرواية عن ابن طالب يعني الرأي الآخر مالتنا أنه لا يوجد أصحاب أفضل من أصحاب الحسين، لا في السابقين ولا في المعاصرين ولا في اللاحقين. سمعت في الشيخ قال لا، عندنا رواية تنقض هذا الكلام، هو سليمان المنة أهل البيت. زين، فكيف صح القول بأن أصحاب الإمام أفضل أصحاب مطلقا يعني في عمود الزمان؟ هذا السؤال واضح. اللي عنده اسمح لي، اللي عنده جواب، اللي عنده رأي يبدي ضمن نطاق هذا السؤال. نعم. بس عند المقدمة تفضل. شيخنا هو نفس الإمام الحسين يقول إنه يعني أكو مثل الإمام الحسين يأتي على باب أولى حديث وغيره أمثالهم أو أحسن. لا أصلا هذا الفهم جدا خاطئ. شنو مثلي يقول يعني في مقامي يعني يريد يعطي قضية كل يوم وذكرنا يعني قضية يعني بالأول وإنها واقع خارجي. خلينا نجاوب اسمح لي أجاوب. مثلي لا يضايع مثله، احنا ذكرنا هذا المعنى. قلنا ما يقال على المنابر من أن الحسين رفض بيعة يزيد غلط، خلل تاريخي هذا. أصلا لا توجد بيعة ليزيد حتى يرفض الحسين، ولهذا أطلق قضية كلية. لا مثلي مثل وضعي مثل مكانتي الاجتماعية. شلون تقول يعني أنت مرات مو تقول يعني هسه مثلي 10 دولة معنى ذلك يعني أحسنت هذا المعنى. فيشير إلى قضية عامة هنا، يعني يقول هذا الذي يقال على أنه رافض بيعته غير صحيح، لأنه إذا في ميزان القيمة مثلي ومثل يزيد لا يمكن أن يبايعه. يعني مو معنى من يقول مثل يعني يوجد مثل، لا ينصرف الكلام لهذا المعنى. فرحت اسمح لي رحت على أنه عندما يقول مثل يعني ممكن يوجد واحد مثل الحسين. لا، ما يوجد واحد مثل الحسين، مستحيل بحكم العالم. كلام النبي صلى الله عليه وسلم آيات الاسم والسلام مو لغو ما حكيت واحد موجود ما حكينا عليه كل مرة نفس الشيء مو ليس الأول. الاسم موجودة بحسب الإمكان الذاتي، ممكن واحد يوصل، لكن إمكان الوقوع ما يوصل، ما يقدر. ذكرت لك يعني أنا بعد اتقوقعت من نطاق سلسلة آباء من آدم إلى الآن خلص قاسم الطائف. بعد معنى ذلك يعني أنا مهما أعمل ما أصل إلى مقام الحسين، لأن الحسين لم تلده إلا الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهرة. أما أنا ما أعرف أصلابي، أنت وأي واحد بينا
هل تستطيع أن تجمع أصحابك كلها؟ لو كان أصحابك كلها طالب ما تخرج أنت هذا، كان أفضل من هذا الكثير. وكذلك الحسين لو كان والعياذ بالله أحد أصحابه لم يخرج الإمام الحسين. الحادثة اللي قال فيها رسول الله بأن سلمان من ناهض كانت للحاظ معينة مو لكل اللحاظات. شخصية قصدك؟ نعم. يعني مو لحاظ التبنى نقول مثلا. لا قلنا المعصوم ما يتكلم بشكل إنشائي أو ترطيبي أو يعني إطراحي، يتكلم وقع. ملابسات الحادثة كانت. إحنا قلنا بعد المعصوم عليه السلام ممكن أنه يتكلم، لا واقع حقيقي. يعني أنا مرة أقول لك مولاي هذا إطراح، هذا إطراح في أجواء المحاورات العرفية من قبيل يعني التقدير أو الاحترام والناس، لكن واقعا هل أنت مولاي؟ الإمام يتكلم بهذه الطريقة يقول سليمان منا فعلا. شيخنا يعني الإمام الحسين عليه السلام مو كان أصحابه ذاك الوقت، كان الحر كان يجعجع، هو كان الحاض موقف أو ذاك المسيح وذاك مدري. تجاوب على السؤال. عندك جواب على السؤال أجبنا. ما عندك جواب على السؤال مداخلة أخرى خليه غير موقف. يعني شيخنا شنو قصدي يعني الإنسان بأي لحظة يكون بهذا الموقف يكون مثلهم، يعني هو مو الإنسان ما يعرف السر بس بالموقف ينعرف. يعني بعد يعني إنسان يكون ربما إنسان من ظاهرة ما أدري شلونه بس بالموقف لا ربما يعني يكون مثله. هو اللحاظ موقف مو لحاظ يعني العبادة أو المظاهر أو شيء اسمه. نعم. لا تسمح الشيخ لا قول الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لا أعلم أوفى من الممكن أن يصلون مؤمنين. لا أعلم أصحاب أوفى، يعني إنه شنو القضية؟ إنه أصحاب يأتون في طول الزمان أوفى من هؤلاء من الممكن أن يصلون إلى هذه الدرجة، أم أعلى من هذه الدرجة لا يصلون، فلذلك لا أعلم أوفى من أصحابي، لكن على نفس على باعتبار أعلى مرتبة من هؤلاء. يا شيخنا يعني هم اللي يجون الإمام الحسين تقليد. هو النقض هذا نفسه ما يرد على الجواب. ليش؟ لأنه الأنصار يعني مروا بتمحيص ما مر به سلمان إلى درجة صحيح منا أهل البيت ولكن بدرجة معينة ما يصل إلى المعصومين نفس المعصومين. يعني بدرجة من الدرجات وصل سلمان إلى مرحلة، فالأصحاب وما درجتهم أعلى يعني تمحيصهم كان الوقت اللي كان موجود. خطر بالي الجواب يعني انت كل لا خلينا حتى أظن لا زين. قال ولا أهل بيتنا بر ولا أفضل من أهل بيتي فجزاكم الله عني جميعا خيرا. ألا وإني أظن يومنا من هؤلاء الأعداء غدا. ألا وإني قد أذنت لكم فانطلقوا جميعا في حل ليس عليكم مني ذمام. هذا الليل غشيكم فاتخذوه جملا. هذا أيضا فسرناه في الدرس السابق وكيف ينبغي للقائد أن يكون. وفي رواية بعدها أيضا للطبري يقول عليه السلام هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا ثم ليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي ثم تفرقوا في سوادكم ومدائنكم حتى يفرج الله، فإن القوم إنما يطلبونني ولو قد أصابوني له عن طلب غيري. الإسلام خطر في بالي جواب ثاني يفتكر الجواب يعني حتى ما نسأل نقول. الجواب الأول أنه ماكو محل التقاء يعني الروايتين حتى نقول أن هذا تخصيص. هذا يتكلم عن الأصحاب وتلك يتكلم عن أهل البيت فأحدهما غير الآخر ولا يصح النص. هذا واحد. ثانيا ليس كل من كان من أهل البيت هو على درجة عالية من الوفاء والإخلاص بالعنوان العام طبعا مو بالعنوان الخاص أهل البيت. ولهذا كثير يعني من أهل البيت ربما لا يكون على خط الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإذا هذا شيء وذاك شيء رجل لا بالعنوان العام بالإطلاق العام وقلنا شنو ثم تفرنا كان الكلام حول الأفضلية. إيه؟ الأفضلية شو نفهم يعني؟ هذه الأفضلية أنت من تنقل غير كل المورد نفس المورد غير كل محل نفس المحل. لازم نتكلم عن أصحابه نتكلم عن البيت أحدهما غير الآخر. يعني يصير تنقل على دليل يتكلم مثلا عن البيع بدليل يتكلم مثلا عن الصلاة ما له معنى. صار شيخنا العفو الرواية أن
جهاد يعني باب فتح والله لخاصة أولياء هذول مش درجة من الخصوصية يعني لهم هذا والذبح بالسيف سلمان ما ذبح بالسيف. يعني إذا أريد أن نقدم الجواب الثالث هؤلاء أيضا من أهل البيت لكن مع ذلك كونهم أصحاب أوفى ذاك من أهل البيت لكن مو بدرجة هؤلاء حتى درجة الصديقين هم يتفاضلون. صحيح. يعني شيخنا العنوان العام لأهل البيت. العنوان العام طبعا. يعني بدرجة عالية. يعني أنت مو السادس عندنا في الوقت الحاضر يقول إحنا من أهل البيت. العنوان عام. الصلاح أنت خاص به يعني ما قلت الصلاح. نعم. الصلاح واحد هو أهل البيت المعصومين وما هم صرحوا بأنهم أهل البيت. لا الصلاح الخاص الاصطلاح الخاص لتثبيت الروايات حتى القرآن عندما يتحدث. نعم. بالنسبة للقرآن يعني بالنسبة للقرآن لأنه المفاضلة تكون بثلاث أمور الإنسان. المفاضلة لما تكون بالعلم والتقوى والعمل. الصبر ليس العمل. العمل شيخنا باعتبار فضل الله القائمين على قاعدين درجة والذين الذين يعلمون الذين يعلمون وإن أكرمكم عند الله أتقاكم صريحة آية القرآن يعني. النساء توفرت في هذا وما لقى إلا الذين صبروا. هذا صار أربعة يعني العمل دخل من نطاق الصبر ما مشكلة جنس. فنقول إحنا بالنسبة للمفاضلة يعني بس المفاضلة ما خصصت القضية معين خصص ضمن الأمور فالإنسان يكون على سبيل المثال يكون عالم ويكون متقي ويكون عامل. فسواء بالنسبة لسلمان يعني سواء جاهد أو ما جاهد حال القوة يعني حسب الظرف ما يعني لو متوفر الظرف ولا احتمال مو مكان قاطع وكذا قاتل بشارة القتال. شيخنا ما يصير هاي لو توفر الظرف ما يصير كل واحد محكوم بظرف الخاص باعتبار أنسب وقت إلى خلق الله سبحانه وتعالى غيره. صح. لكن نتكلم الحين قيم عامة مطلقة ممكن أن تأتي في ذلك الزمان وممكن أن تأتي في هذا الزمان ممكن أن تأتي في زمن سلمان وممكن أن تأتي في زمن حسين السلام. فشي نقول عفوا شيخنا جزاك الله خير تقول بأنه التوفيق صح والله سبحانه وتعالى حكيم وخلق خير أشخاص إذا تحكم لازم تكونوا بهذا الزمان وهذا المكان وهذا الموقف وهذا استحقاقه. يعني أنا مو الحق أنا أعترض أقول ليش ما خلقت من زمن الرسول؟ استحقاقه. يقول لي لا تكوين إلهي الله سبحانه وتعالى. ليش أنا 1400 سنة زمن الرسول وقاتل ودافع عنه؟ خب كون قدامي حتى أقامط فيه. الاستحقاق صحيح تقول بشرط بس احنا كلامنا وين يكون بأنه على أفضلية أو يكون على هلك وشخص مو أفضل فليكون مساوي لو ماكو. كشيخنا إذا تريد توضح أكثر حدد أول شيء نطاق الأفضلية حتى يستقيم كلامك ويستقيم كلامك. شو تقول نطاق الأفضلية وين؟ الأفضلية اللي حيث القرآن. ما يخالف القرآن تطبيق على المولد. التطبيق على المولد بعد كل إنسان يتلبس بالمولد هذا هو يكون هو إلى هاي الدرجة. سواء كان معك حسين سلام الله عليه. يعني أنا أسألك سؤال هسه أنت تجزم إذا كنت في نفس واقعة كربلاء تكون مع الحسين؟ شوف مو نتكلم عن شخص نتكلم على الدرجة هذه. الحين شفنا نفس الوقت شو يقول مثلا يقول نجري مثلا في الوقت الحالي موقف الأشخاص. يعني أنا أستطيع أن أقسم لك بالقرآن بكل القيم كل الناس تبكي على الحسين لو في زمن واحد كلها تعرفه. شو رأيك بهذا الكلام؟ عوفه كلها تعرف أنا أقول لك. أنا أجزم بذلك بعد شو تريد؟ شاهد رواية سيد الصدر إنسان عادي طلع الناس عادي. وفضل الله المجاهدين على القاعدة. مجرد إنه مو مجرد يقولك رحت مشي للكوفة كل الطلاب بطلة صح ولا مو صح؟ مو صحيح؟ 80 طالب 90 طالب من المنهجية بطلة صح ولا مو صح؟ وإلى بطل ذي بطل ما يتحملون توجههم ماذا تفعل؟ فضل الله المجاهدين سلمان جاهد بالجهاد الأكبر وأنصار الحسين بالجهادين الأصغر والأكبر فهو أكيد أفضل. يا أخي خاف أحكي حكاية هاي مال الجهاد الأصغر والجهاد الأكبر الإزماط بالأكبر مو بالأصغر خليها ببالك. تعرف ليش؟ الجهادين يعني. تعرف ليش؟ لأن الجهاد الأكبر تأثيره اجتماعي الجهاد الأصغر لا تزاحم ما يقدم العام على الخاص بس هو بيذكر الجهاد الأكبر كمقدمة للجهاد الأصغر. يعني أنت يعني أنا تنسى إحنا في 20 عالم أنت أو واحد فإذا 40 سنة نصلي صلاة الليل أو خاصين واحد وهاي لكن في مواقف نقدر نتاجر مع الله بأنفسنا أنا سنة لكن هذا بعض الخمار يتاجر مع الله بنفسه يا نحس هذا جهاد أكبر لو أصغر اسمح لي ذاك كان عنده جهاد أصغر لو اسمح لي ذاك كان عنده جهاد أكبر سميته لو عندي كان أنا الشفيع أكيد عندي لكن أنا ما سويت النتيجة اللي سواها.
اللي يغير الوضع ويربك الحالة الاجتماعية وممكن أن يصلح العام من هو ذاك الفعل له هذه أقعد ببيته سبحان الله وصلاة الليل يقول عندما يكون ذاك أكبر من هذا باعتبار على أن هذا عدو قريب لك إذا ما تنتصر عليه ما توصل لتلك النتيجة. زين إذا واحد وصل لتلك النتيجة شو تقول أنت؟ بعد وصل صار هو ما فرق. القرآن يصرح يقول الذين خسروا ارتفع عنهم الرجس. على شو راح نعمه؟ هذا مصطلح خاص شيخ مش بيك أنت مصطلح خاص هذا نتكلم عن مصطلح عام مصطلح خاص صحيح يعني أمير المؤمنين مش قد انطلق على غير علي بن أبي طالب كمصطلح خاص لا يصب به إلا علي بن أبي طالب حتى المعصوم يقول لا ذلك لجدي علي. أما كمصطلح عام في المحاورات كنت حتى في كلام جملة من الروايات عن الأخبار عن المعصوم عندما يلتقي بالخليفة الأول أو الثاني أو الثالث أو الأول ماذا يقول له؟ السلام عليك يا هذا عنوان عام ذاك مصطلح صحيح ما مختلف فيه. يعني نعم. على كلام سلمان خارج عن كلام لأن المحل هذا يختلف عن ذلك ما تفد ربط بالقضية. قال ثم ليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي ثم تفرقوا في سوادكم ومدائنكم حتى يفرج الله فإن القوم إنما يطلبونني ولو قد أصابوني له عن طلب غيري. فقال له إلى آخره السائل ومحل شاهد أريد أذكر طلب الإمام الحسين عليه السلام عندما طلب من القوم أن يمهلوه هذه الساعة فإني أريد أن أصلي لربي هذه الليلة. خلنا أقرأها حتى تشوفها ثم نسأل هذا السؤال لماذا طلب المهلة؟ هل الصلاة هي الأساس يعني في هذا الإرجاء في هذا التأخير أم ليس الأمر كذلك؟ ثم السؤال المطروح هل هو صحيح أم ليس بصحيح أم سيأتي الجواب عليه؟ بس خلنا نشوف وين. لا بعدين انتظر يذكر روايات كثير عن هذا المعنى عن طلب الإمام الحسين أو اختباره لأصحابه. في رواية أخرى جاء في التفسير من الروايات الخاصة يعني نسميها جاء في التفسير منسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام ولما امتحن الحسين عليه السلام ولما امتحن الحسين عليه السلام ومن معه بالعسكر الذي قتلوه وحملوا رأسه وقال لعسكري أنتم في حل من بيعتي فألحقوا بعشائركم ومواليكم وقال لأهل بيته قد جعلتكم في حل من مفارقتي. ينسلك بالله لو كان أهل البيت مثل ما تفضلت هل يصح كلام الإمام لأهل البيت فارقوني؟ يعني سلك ماذا تقول؟ لا يصح وقال لأهل بيته هل يصح؟ ما ممكن يصح إذا كان المصطلح الخاص ذكرت اليوم إنما عند الله يعني ذول الخمسة الصغيرين ما حسين أن يقول ما يصير بعض ذاك مصطلح خاص. نفس إنجليزي إحنا. وقال لأهل بيتي قد جعلتكم في حل من مفارقتي فإنكم لا تطيقوني. لا حد باله فكرة اللي يطبقها عشان نتكلم شغلة عندنا الأدوات بدينا زين تشوف سبحان الله الله جاب هذه أكهم هذا مش فيني قرأتها دفع الإمام وقال لأهل يعني لو كان الإمام علي وفاطمة يصير الحسين يقول لهم يا فارقوني أنا أسألكم يصير. إذا مو ذول أهل البيت اللي موجود بالرواية أهل البيت بالإمام. وقال لأهل بيتي قد جعلتكم في حل من مفارقتي فإنكم لا تطيقونهم لتضاعف أعدادهم وقواهم لتضاعف أعدادهم وقواهم وما المقصود غيري فدعوني والقوم فإن الله عز وجل يعينني ولا يخليني من حسن نظره كعادته في أسلافنا الطيبين. أما هاي بعد واضح هذا الكلام. فأما عسكره ففارقوه وأما أهله الأدنون من أقربائه فأبوا وقالوا لا نفارقك ويحزننا ما يحزنك ويصيبنا ما يصيبك وإن أقرب ما نكون إلى الله إذا كنا معك. هذا هم يعيد أحد تعليلاتنا في كون الشهداء الذين قتلوا هنا بعد تصحيح عرضا. شوف هذا التعليل ذات ولا ذاك
شوف هذا أيضا يعيد ما أقوله. وقال وإن أقرب ما نكون إلى الله إذا كنا معك. يعني ذولا مو مع الإمام، وذولا قدموا ما قدموا ذولا، تقول يا رب ذولا طبعا المسألة واضحة. بس ما أقصد يعني أصحاب الحسين، أصحاب المعصومين بشكل عام يعني. يعني أقصد أصحاب المعصومين أصحاب الإمام. بس قصدي يعني مجرد أريد أخلي محل شاهد لما ذكرته سابقا. وإن أقرب العفو ما نكون إلى الله إذا كنا معك. ذكر ثاني واحد قل أولئك كانوا مع الإمام وهؤلاء لم يكن الإمام معه. بالتفسير الأول هو يعني يطلع 4 تفاسير. هذا شوف سبحان الله، هذا ممكن نجعله شاهدا على ما نقول. فقال له فإن كنتم قد وطنتم أنفسكم على ما وطنت نفسي عليه فاعلموا أن الله يهب المنازل الشريفة لعباده باحتمال المكاره. إذا الباء للتسبيب احتمال المكاره. إذا شنو؟ إذا يعني كل ما يعني زيد في مكروه الإنسان وصبر واحتسب ذلك إلى الله كانت منزله عند الله أوفى وأعلى. ولهذا أيضا يعني هذا توضيح لما ذكره أو ما ذكروه عن النبي: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت قط. نعلم أن النبي أفضل أنبياء الله قاطبة باحتمال المعنى. الفرق بين البلاء والابتلاء. أكيد فرق. الابتلاء كأنما يعني يوقع الإنسان على نفسه فرق. هذا خطر في بالي يعني ابتداء. إذا كن راجع اللغة يعني حتى نتحرر. لأنه الابتلاء في ثواب، البلاء عام. دخلنا تمام. الابتلاء قد تكون أنت يعني بحكم سلوكك الشخصي العام اللي تنهج به الله وطريقه وهاي تبتلى. والبلاء لا، البلاء عام يصيب العموم المجموع ما له خصوصية التصرف. واضح؟ وقد يكون العكس صحيح بدليل قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. قد يكون العكس صحيح. يكون نجعل له إبراهيم عليه السلام يمثل أمة، البلاء عام والابتلاء خاص. لا أنا جاي أقول بعد ما طلعت التفسير الأول أنه قد ينعكس التفسير بلحاظ قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. يعني البلاء الله أنزل على إبراهيم. لا مو بحسب تفسيري. تقول الابتلاء خاص والبلاء عام، وهذا صحيح. البلاء عقاب مثلا. البلاء عقاب. الابتلاء اختبار امتحان يعني فتنة يا عباس. والبلاء لا. في ثواب في درجات بس البلاء ما في ثواب. قال وإن الله وإن كان خصني مع من مضى من أهلي الذين أنا آخرهم بقاء في الدنيا من الكرامات بما يسهل علي معها احتمال مكروهات. إذا دائما يعني أكو تحصين إلهي للناس العالي المقام. هذا التحصين الإلهي أو هذه الحصانة خلينا نسميها الإلهية تجعلهم يعني أكثر احتمالا للمكانه من غيرهم. يعني ودي واحد يعترض مثلا عليك يقول لك أنت ليش ما تتحمل مثل ما تحمل فلان. مثلا نفرض يعني أصير الشهيد الأول أو الثاني، هناك تختلف القضية. هناك هذه الكرامة التي الله سبحانه وتعالى يعطيها بحسب الاستحقاق وليس اعتبارهم طبعا هي استحقوها بذلك. فأيضا هذه الكرامات تجعلهم يحتملون مكانه أكثر. أما أنت ربما وصلت إلى محل كرامة الله فلا تحتمل الاحتمال الذي يحتمله ولا يكونون هم أفضل. هذا يقول ما يقول وإن الله وإن كان خصني مع من مضى من أهلي الذين أنا آخرهم. هذا أهل البيت الخاصين بقاهم في الدنيا من الكرامات بما يسهل علي معها احتمال المكروهات. فإن لكم شطر ذلك من كرامات الله تعالى. لا واعلموا أن الدنيا حلوة ومرها حلم يعني لحظة، والانتباه في الآخرة والفائز من فاز فيها والشقي من شقي. الناس إذا ماتوا انتبهوا. أنت الآن إذا صفحت حياتك كلها لحظة، يا لحظة اللحظة اللي عشتها الآن. أما اللحظات اللي راحت السنوات اللي راحت العام راحت هي مجرد حلم يعني صحيت على قولتنا منها. قال واعلموا أن الدنيا حلوها ومرها حلم والانتباه في الآخرة والفائز من فاز فيها هناك.
والشقي من شقي فيها هناك في الدار الآخرة. هذا أيضا يؤيد جوابنا للاستفسار السابق. الإمام يري أبصاره منازلهم في الجنة. من يقدر يزرعوا دول والله منازلهم في الجنة؟ يعني لو أنت إحنا خلنا نخلص أنفسنا أول مرة. المهم قال روى القطب الراوندي رحمه الله عن أبي حمزة السمالي قال علي بن الحسين عليه السلام: كنت مع أبي الليلة في قتل صبيحتها فقال لأصحابي هذه الليلة هذا الليل فاتخذوه جملا فإن القوم إنما يريدونني ولو قتلوني لم يلتفتوا إليكم وأنتم في حل وسعة. فقالوا: لا والله لا يكون ذلك أبدا. قال: إنكم تقتلون غدا كذلك لا يفلت منكم رجل. قال: الحمد لله الذي شرفنا بالقتل معك. ثم دعا وقال لهم: ارفعوا رؤوسكم وانظروا. فجعلوا ينظرون إلى مواضعهم ومنازلهم من الجنة. جلسك بالله فيقاتلون من يقول انضابوا منازلكم المرجع الفلاني للشيخ الفلاني للعلام الفلاني يقدر يجزم. فمن هنا عندما نقول عندما نقول أن إقدام هؤلاء بعين إقدام أولئك يكون هذا الشرط موجود متضمن. يا لحسن ما تقول. إذن هذا أيضا هذا يجعل دليلا على ما قلنا. نعم تفضل شيخ. ولا أجزاء ولا الأفضلية يعني لا نتنازلنا عن الأفضلية ما تنازل ذاك الأفضلية بشكل عام. ذاك كان الكلام على أصحاب الإمام الحسين. الآن تكلم مو قلنا خرجنا أصحاب الحسين. أصحاب الحسين حتى الكلام كانوا خارجين هذا ناقص على ذلك. يعني دولة مع إخلاص النية مع أصحاب المعصومين هذا في نظر الأفضل. هذا الدليل هو اللي تكلمنا قبل قليل وهذا الدليل الثاني. والذي سبحان الله فينا ذاكرين يعني ذاكرين قبل ما أقرأ الكتاب ولا التفت يقول الرواية شيخنا اللي وقفت. أحسن. فجعلوا ينظرون إلى مواضعهم ومنازلهم من الجو ويقول لهم: هذا منزلك يا فلان وهذا قصرك يا فلان وهذه درجتك يا فلان. إذن بدأ يتسابق على القتال. فكان الرجل يستقبل الرماح والسيوف بصدره ووجهه ليصل إلى منزله. لأن هذا يستقبل الرماح أو هذا اللي شال الخالفة قدام الدباوش. وطبعا الأسلحة الآن فكاكة أكثر يعني تقتل عن بعد وفيها دقة وفيها شسمة. ومع ذلك أيضا نقول إقدام هذا مثل إقدام ذاك لا أحسن. بعد ما ممكن يعني ذاك يكون هو. فكان الرجل يستقبل الرماح والسيوف. الحمد لله وهذا يكتشف هذا الكلام على صحة رواية أمير المؤمنين.